احلى تحلية ممكن تعمليها سهلة وبسيطة وسريعة جدا وحاجة كده ترطب علينا في الجو الحر ده. التحلية دي من جمالها مش قادرة اوصفلك واقولك طعمها عامل ازاي. ويلا بينا نشوفها. ولو اول مرة بقى بتشوفي قناتي انا مطبخ يسرا، اعملي اشتراك ولايك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، واعملي شير كمان. ويلا نشوف التحلية دي ازاي. كيلو من اللبن حطينا عليها كوباية الا ربع من السكر، يعني حوالي 5 معالق كبار من السكر او 6 معالق حسب ما بتحبي. وضفنا معلقتين كبار من النشا، وهنا بنضيف الكاستر 4 معالق كبار من الكاستر وحبة كده صغيرين، وضفنا فانيليا باكو من الفانيليا. ولو انت عندك الكاستر البواكي هتضيفيه الباكو كله. ما عندكيش بقى زي ما انا عندي كده البرطمان، هنضيف 4 حبة صغيرين. هنقلب على البارد، وبعد كده ناخدها كده على النار وعلى نار وسط وبالتقليب المستمر لحد كده ما هتطلعيها هتلاقيها كده عملت فقاقيع. هنبتدي بقى ان احنا هنطفي عليها كده النار، كده بقت جاهزة معانا خلاص. وهنغطيها بقى كده، هنضيفها في طبق ونغطيها بطبق بورقة كده من الاسترتش اهي، او كيس من اكياس التلاجة، وهسيبها بقى لحد ايه ما هتبرد. هنا بقى دلوقتي هنعمل مع بعض طبقة الكريم جانتيه او الكريم ويب حسب بقى كل بلد وبينطقها ازاي. هنا بقى ضفناه كده هتبقي مجهزة نص كوباية من المية المتلجة. وهبتدي كده ان انا هضربها بالمضرب الكهربائي، وممكن بالمضرب بتاع الايد، بس المضرب اليدوي بس هياخد معاكي وقت. تمام. ولو هو انت عندك بقى هنا كريم جانتيه اللي هو السايب، هتحطي 3 معالق من الكريم جانتيه السايب وتحليه بمعلقه كده من السكر. تمام. هنفضل بقى نضرب فيه كده لحد ما هيبقى القوام بتاعه زي ما انت شفتي كده اهو. هنا بقى الكاستر، مهلبية الكاستر اللي عملناها دي كده مع بعض اهي. هبتدي اشيل كده عليها الورق الكيس الاسترتش كده من فوق، وهبتدي اديها ضربة كده بالمضرب افكها. هي هنا كانت دافية معايا حاجة بسيطة، بس انتي لازم تبقى باردة معاكي تماما عشان تعرفي تتحكمي فيها يعني، وتبقى تقيلة كده معاكي شوية. بس ان انا كنت بقى مستعجلة ورحت عاملاها بقى على طول دافية، يعني حاجة بسيطة. بصوا بقى هنا هاخد كده نصها احطها كده زي ما انتوا شايفين على الكريم جانتيه، وهبتدي ان انا اخلطهم كده مع بعض بالمضرب. لازم تجربوها، التحلية دي سهلة جدا وسريعة قوي وما بتاخدش وقت وطعمها في منتهى الجمال. هبتدي بقى اخد النص التاني بتاع المهلبية الكاستر كده اللي احنا عملناها مع بعض بتاعتنا اهي، وهبكمل برضو ضرب فيهم الاتنين كده بالمضرب. ولو وصلتوا بقى معايا لحد هنا ما تنسوش تعملوا الاشتراك واللايك وتفعلوا الجرس، واهم حاجة اعملوا اللايك عشان يوصل لكم بقى اكتر يعني عدد من الفيديوهات ان شاء الله، كل الفيديوهات تشوفوها. قلبناهم بقى ضربناهم كويس جدا كده بالمضرب، خلاص بقت جاهزة كده بقى معانا. هنشوف بعد كده بقى هنعمل فيها ايه. بصوا هنا معايا كده يعني ربع كوباية كده من اللبن او نص كوباية. ومعايا هنا بسكوت سادة، اي نوع بسكوت سادة انت حباه، ده كان اهلاوي يعني بسيط. البسكوت، وهنا تحطيه كده في اللبن، اول ما تحطيه تطلعيه على طول وتحطيه في الطبق بتاعك كده، وطبقة بقى من الكريمة اللي احنا عملناها اهي. وهحط تاني 2 من البسكوت برضو تاني كده في اللبن واطلعهم على طول، واحطها على الكريمة اللي احنا عملناها كده اهيت. وبعد كده هضيف كريمة تاني. هنا بقى كانت وقعت مني، بس انا هنا بقى يعني كملتها اهي، وسويت بقى ايه كده الطبق من فوق عشان يبقى شكله مظبوط معانا. انت اهم حاجة يعني حسب الطبق بتاعك بتحطي فيه الاول حاجة، تحطي البسكوت في اللبن وتضيفيه في الطبق، وطبقة تانية من الكريمة بتاعتنا اللي احنا عملناها والمهلبية ديت. وبعد كده بتضيفي بسكوت تاني حسب بقى ما الطبق هياخد معاكي طبقات من الكريمة ومن البسكوت. تمام. وبرضه هنحط بسكوت تاني هنا، وهنحط برضو طبقة من الكريمة اللي احنا عاملينها مع بعض. وهنا اللبن انا مش حاطه له اي اضافات تانية، هو لبن بس. وهنساوي برضو الوش بتاعها، وهكمل بقى كله، وهنشوف بقى مع بعض الاطباق هتبقى عاملة ازاي وهنضيف ايه تاني عليها.
بصوا خلصت كده كل الكمية اهي. هنا بقى كان عندي شوكولاتة كده خام، فانا حبيت ان انا ابشرها واحطها من على الوش كده، عطت لها طعم جميل برضو. ممكن هتاكليها وهي اول ما تعمليها على طول هي هتبقى باردة معاكي، وممكن تحطيها برضو في التلاجة، برضو طعمها بيبقى خطير برضو، جميلة جدا. بصوا المهلبية عاملة ازاي، بصوا الجمال. بصوا طبقات البسكوت. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا